بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. طبعا يا جماعة ده مكتب وفي 7 أماكن سرية، وديت كومودينو فيه 6 أماكن سرية. طبعا المكتب ده موجود يا جماعة وترند والدنيا كلها عارفة المكتب ده وعارفة أوله وآخره. لكن الكومودينو يا جماعة ده طبعا احنا عاملين منه ألوان جديدة وشغل جديد زي ما انتم شايفين. لو عايز تتفرج على الأماكن السرية اللي فيه وتتفرج على كل الشغل اللي فيه، تابعني وادعمني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكمل معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما افرجكم انترو سريع ونرجع مع بعض تاني. ما تروحوش في اي حته. ابو غابه، اوعى تنسى الاسم ده. وطبعا زي ما قلت لكم ابو غابه. قبل ما امشي بنبتدي برضو واحنا جايين بعد الانترو نقول ابو غابه. ليه ابو غابه؟ لان ابو غابه ده ملك الاماكن السريه في مصر، لله الحمد، والوطن العربي. زي ما انتم شايفين يا جماعه الكومودينو اهو، زي ما انتم شايفين تشطيب دوكو فرن وحاجه كده بسم الله ما شاء الله في الشياكه والجمال والدلع. افرجك بقى يا باشا على كل حاجه خطوه بخطوه. زي ما انتم شايفين يا جماعه افرجكم على المكان مكان وقطعه قطعه زي ما انتم شايفين بالجمال والحلويات. وزي ما قلت لكم طبعا يا جماعه ده الشغل ده المكتب والكومودينو ده لاخواتنا وحبايبنا يا جماعه في سوريا. اخواتنا وحبايبنا في سوريا، بس هو مش تصدير في سوريا، هو طبعا عندنا في مصر. منورنا ومشرفنا اخواتنا وحبايبنا طبعا في كل مكان. هنفرجكم يا جماعه على الشغل بتاعه قطعه بقطعه، وافرجكم على حاجه بالظبط وبالتفصيل الممل. يلا بينا يا جماعه نتفرج مع بعض. اول حاجه المكتب نفتح. ده الدرج درج بيفتح ويقفل معاك بكل سهوله وبكل بساطه. الكانون الالماني بتاعنا طبعا نركب نقفل بالشكل ده. نروح جايين عاملين كده ونشد نلاقي القطعه اللي فوق متثبته طبعا بالمسامير. طبعا انا شغال بفتح وبفك اهوت يا جماعه قدامكم زي ما انتم شايفين. طبعا القطعه دي متثبته، افكها ازاي؟ بقول لك برضه هتفكها ازاي عشان تبقى عارف الدنيا هتمشي ازاي. تمام اهو. بروح فاكك كده بالشكل اللي انت شايفه ده. انا فكيت اهو. تمام. عايز افك القطعه دي. طبعا انا قلت لكم فيها كام؟ 6 اماكن سريه. انا هوريك قطعه بقطعه ومش هنعد عشان بصراحه بقيت اتلخبط من كتر الايه؟ الاماكن السريه. طبعا باجي ازاي؟ بروح جايب الدريل بتاعي الجميل واروح جاي داخل كده اهو. ماشي يا شباب. بخش بالدريل بتاعي كده. ادي اول مسمار بفكه تمام اهو. فكيت طبعا المسمار ده. بروح اليمه الثانيه برضه بفك. وطبعا انا مفهمك ان في بصمه بتبقى راكبه هنا، بتطير البصمه دي بمعلقه او سكينه او اي حاجه بتنزلها من تحت تحنتشها بتتفك معاك. تلاقي معاك المسمار بالشكل ده اهو. وادي المسمار الثاني اتفك. تمام. بفتح ضرفتي كده بالشكل ده، الاقي الضرفه بتاعتي شغاله شفت كلوز. تمام. اروح جاي فاتح تاني. عايز طبعا افتح ده اروح جاي فاتح كده. تمام. بعد ما انت فتحت تعالى اوريك 2 اماكن سريه وانت بعد براحتك. واحد تروح تاخد ضغطه كده تروح جاي فاتحه معايا بالشكل ده اهي. طبعا عايزين ايه؟ نربط المسمار ده شويه اهو. ده طبعا الدرجه بس بتجيب المسمار بايدك كده تشد كده الدرج يطلع معاك بكل سهوله بكل بساطه بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. المسمار ده عشان تشد بس منه الدرج اهو. يبقى معمول كده عشان تشد منه الدرج. تشد الدرج كده يا باشا وتبص شوف الجمال والحلاوات واللي انت عايزه. تيجي كمان في القطعه اللي ورا دي تبص تلاقي برده في مكان سري ورا. يبقى دي 1 وادي 2. تمام. نقفل طبعا كده اهو. شغال تاتش طبعا قدامكم اهوت حاجه زي الفل. وطبعا هنا بيتربط بمسمارين عشان ما تنساش. هيبقى في مسمارين هنا هتفكهم عشان ما تنساش. تمام. وبروح مركبين الدرج بتاعنا بالشكل ده تاني كده قدام حضراتكم اهو. تمام. ركبنا الدرجين وبروح جايين قافلين بالشكل ده ونقفل كده. خلاص يا باشا الكلام مات. طبعا عايز افتح الجزء اللي فوق ده بروح جاي شايل ده كده بالشكل دي بنفس الوضع كده اهو. واروح حاططها هنا كده. تعالى معايا عشان تبقى فاهم. في هنا فتحتين، فتحه شمال وفتحه يمين، بتخش هنا كده اهو في نفس الخرم اللي موجود ده كده. بتروح جاي عامل كده يطلع لك المسمار بنفس الشكل كده. تخش برده في نفس الخرم ده وتروح عامل كده يطلع لك برده نفس الوضع بالشكل ده قدامك. تشد شده كده تلاقي الدرج اتفتح اهو. ادي كمان مكان سري يا جماعه شغال قدامكم زي الفل وحاجه 10 على 10. طبعا انا عايز اوريك
التركه وبقيه التركات. المفتاح فين بقى؟ اهو المفتاح معانا اهو. بنشد كده يا جماعه اهو، تلاقي تحت ايه، بص تحت كده هتلاقي الكالون قدام حضرتك اهو. تخش كده اهو وتروح جاي فاتح الضرفه بتاعتك، تلاقيها فتحت بالشكل اللي انت شايفه ده. دي الحاجات بقى اللي انت هتحطها فين وفين على ما تفكر فيها. تمام؟ يعني هي زي ما انت شايف هي فين وفين على ما تفكر فيها. اهي يفتح ويقفل يا باشا قدامك زي الفل. طبعا انت بتحط المفتاح وتعكسه بس عكسه خفيفه كده عشان يفتح معاك الضرفه بالشكل ده. تمام؟ بعد كده بقفل اهو. قفلت الضرفه بتاعتي والمفتاح بتاعي اهو، وبروح جاي قافل كده زي ما انت شايف انا قفلت اهو. بعد كده بروح جاي عامل ايه؟ رابط المسامير دي مثبت عليها خلاص، مات الكلام. الجزء اللي ورا ده مات نهائي. تمام؟ واروح جاي مركب القطعه دي، وزي ما قلت لك هنفك برده المسامير عشان نثبت في الاخر ونظبط الامور في الاخر. اهو بفك قدامك اهو، حاجه سهله وبسيطه خالص زي ما انت شايف. واروح جاي مركب طبعا القطعه بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهي، واروح جاي ممشيها في مسارها كده. دي برده في مسارها ودي في مسارها اهي، كل واحده بتركب في مسارها وبتمشي عادي خالص. ركبت القطعه اهي تمام، وادي شغلي شغال زي الفل. وبخش بايه؟ بالدرج بتاعي بنفس الشكل ده كده قدامك اهو. طبعا ببيت كده تمام، وبنزل كده. لازم تبيت المجرى في المجرى اهو. ماشي اهي، تروح جاي عامل كده تلاقيها فتحت وقفلت معاك بكل سهوله وكل بساطه اهي. ماشي اهو. لازم تضغط كده عشان بيبقى فيك بلاستيكه ورا بتحوش شويه عشان تقفش الدرج بالشكل ده. تمام؟ انا كده وريتك ايه؟ الاماكن. فاضل 2 اماكن سريه، هبتدي اوريك الاثنين اللي فاضلين عشان ابقى فرجتك على كل حاجه. طبعا المفروض كده عندك مسمار اهو هيبقى عليه بصمه برضه. يروح جاي فاكك كده طبعا لازما بيبقى فيه مفكات قصيره بقى. لو انت مثلا ايه، عشان انا عندي الدريل طويل بيبقى فيه مفك قصير. تمام؟ هوريك بقى. انا هضطر اشيل الدرج ده، بس انت بقى ايه، بحاول تفكها انت بمفك ولا اي حاجه. انا فكيتها هي تمام. بروح جاي ضاغط بس ضغطه هنا كده اهو، تلاقي الدرج فتح معاك بكل سهوله. تقفل كده خلاص مش اهو، تضغط ضغطه يفتح اهو. بص اقفل تاني خلاص. عايز تفتح اهي، فتحت معاك بكل سهوله وكل بساطه. المغناطيس الجميل بتاعنا بقى حاطينه طبعا في الظرفه اللي هناك بتاع المكتب اهيت. ماشي؟ هنخش هنا بالشكل ده كده زي ما انت شايف. اروح جاي عامل كده ماشي، حاطط المغناطيس بتاعي في المنطقه دي. قافل الضرفه، تشد كده يا باشا تلاقي رقم 2 تلاقي لك بكل سهوله. قافل خلاص. افتح اهو. عايز الغي طبعا المكان اللي ورا ده. كل الموضوع بشيل المغناطيس من مكانه، بروح شايله بس من مكانه كده. خلاص يا باشا المكان اتلغى نهائيا. طبعا الحاجات دي كلها بتتامن زي ما انا وريتك وعرفتك ازاي بتفتحها. تعالى برضه اقول لك التريكه ده عشان ما تنساهاش وتبقى عارفها. شايف هنا كده؟ زوم معايا. في هنا بلاستيكه اهي، بص اهي. البلاستيكه دي لما تيجي تفتح الدرج تروح جاي شادد البلاستيكه دي لتحت، والثانيه اللي عكسها بتشدها لفوق وتسحب الدرج بيطلع معاك يتخلع. اما تيجي تركب بيبقى في بلي في الجناب، تشد البلي لبره وتشد لبره وتركب تلاقيه ركب معاك بكل سهوله. بس لازم تمشيه في المسار اللي انت هتشد منه. تمام؟ وبكده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبك الشغل اللي احنا بنقدمه او عجبك التشطيب والفينش والجمال والحلويات تدعمني باللايك والاشتراك في القناه. ولو عملت شير ده يبقى دعم منك ليا كبير. اخوك ابو غابه الاساس الراقي، ملك الاماكن السريه في مصر، لله الحمد. يا بخته اللي شغل ابو غابه يكون من بخته. اخواتي وحبايبي، سلام.